بص على المساله الموجوده على السبوره بسرعه كده. انت عندك الكتله بتاعت الراجل بتساوي كام؟ بتساوي 63 كيلو جرام، تمام؟ وعندك السرعه الابتدائيه بصفر عشان الطياره ساكنه، وعندك المسافه ب 40 متر، وعندك كمان السرعه النهائيه ب 38 متر على الثانيه، وعندك الزمن ب5 ثواني. من قوانين الحركه عند تربيع بتساوي عين صفر التربيع زائد 2 د ف. انت من هنا هتجيب ايه؟ زائد انت من هنا هتجيب السرعه اللي هي اللي كان ماشيها اللي هي السرعه النهائيه. طيب في الحاله دي هنقول له عباره عن عين تربيع اللي هي دي بتساوي عين صفر، طبعا بصفر زائد 2 في 9.8 في 40، خد الجذر يبقى السرعه هتطلع بكام؟ هتطلع ب 28 متر على الثانيه. جميل، فاضل عايزين نجيب العجله. طب ما انا عندي عين بتساوي عين صفر زائد ج ن. ايوه، يبقى عين اللي هي بكام بقى؟ العين اللي كانت ب 38 اللي هي دي اللي هبط بيها، يبقى 38 السرعه الابتدائيه اللي احنا جبناها اللي هي 28 تعتبر دي ابتدائيه في بعد ما فتح المظله، زائد ج في ن اللي هي 5 ثواني. هتعوض وتجيب ج هتطلع 2 متر على الثانيه تربيع. 2 متر على الثانيه تربيع دي ج. يا عم انا مش عايز ج، امال انت عايز ايه؟ عايز المقاومه. هتكتب بقى معادله الحركه والجسم نازل لاسفل، مش تنسى ان ك د ناقص م بتساوي ك في ج. هتعوض وتخلص المعادله دي. كاف عندك بقد ايه؟ كاف عندك ب 63.